عند لقاء الملك عز وجل. ينقسم الناس في دخولهم النار إلى 3 أقسام: قسم يدخلونها خالدين فيها، وهم الكافرون والمشركون والمنافقون نفاقا أكبر. قال الله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. وقسم يدخلونها ولا يخلدون فيها، وهم أصحاب الكبائر وبعض عصاة المسلمين ممن غلبت سيئاتهم حسناتهم، يطهرون في جهنم ثم يخرجون منها إلى الجنة إلا أن يقعوا تحت المشيئة الإلهية. وقد توعد الله أصحاب ذنوب بعينها بالنار كآكل الربا والكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم وآكلي أموال الناس بالباطل والراكنين إلى الظالمين والجائرين في الحكم والكاسيات العاريات والمتكبرين وغيرهم. وقسم تحرم أجسادهم على النار فلا تمسهم ولا يدخلونها ولا يصطلون بها أبدا بإذن الله تعالى ورحمته، وهو موضوع بحثنا وحديثنا في هذه الحلقة. 12 عملا رئيسا إن فعلت أي واحد منها حرم الله جسدك على النار إذا ثبتت الشروط وانتفت الموانع. سأذكر لك في هذه الحلقة 7 منها، وفي الحلقة القادمة بإذن الله سأذكر لك 5 أخرى. أولا، التوحيد الخالص لله الذي لا يشوبه ناقض من نواقض التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ثانيا، من فقد 3 من الولد فصبر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم، لأن القلب يكتوي بفقد 1 فكيف ب3؟ فلا يجمع الله على الوالدين إن صبرا كويا بألم نار الفقد في الدنيا وألم النار في الآخرة. ثالثا، المحافظة على صلاتي الفجر والعصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رابعا، المحافظة على سنة الظهر القبلية والبعدية، لأن من حرص على النافلة فلا شك أنه على الفريضة أحرص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. خامسا، الجهاد الحق في سبيل الله الذي يقرره العلماء الربانيون وأولو الأمر وأهل الحل والعقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهو حرام على النار. سادسا، البكاء من خشية الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، لأن تلك الدمعات الصادقات من خشيته لتسقط عند الله بمكان، فأنى لعين دمعت من خشية الله أن تمسها النار. سابعا، الهين اللين الذي لا يتعنت ولا يتشدد، بل هو سهل مريح في تعامله قريب من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. أسأل الله تعالى أن يحرم أجسادنا جميعا على النار. وتابعونا في الحلقة القادمة بإذن الله في الجزء الثاني من كيف تحرم جسدك على النار.